السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بقى معانا سبانخ وشوية رز بالشعرية. تمام. معانا بقى السبانخ مقطعينها وغسلينها كويس الأول وبعد كده نقطعها. ومعانا بصلاية كبيرة مفرومة، ومعانا شبت وكزبرة خضراء وراس توم والطماطم. نبتدي بقى نحط الزيت ونحط الزبدة بتاعتنا. تمام. هننزل بقى بالبصلة، هنبتدي نشوح فيها. زي الفل. نحط بقى الطماطم بتاعتنا. هو الأفضل ان انتي تغسلي الخضار قبل ما تقطعيه. تمام. التسبيكة بتاعتنا بقى بدأت تستوي. هناخد بقى شوية من الخضرة، من الشبت والكزبرة الخضرة دي، ونحطها مع التسبيكة. تمام. شوية صغيرة كده هتدي للطماطم ريحة حلوة. تمام. ننزل بقى بالسبانخ بتاعتنا. هنخليها بقى تدبل مع بعضها كده، وبعدين نضيف ليها الخضرة والشوربة بتاعتها. زي الفل. حطينا بقى الخضرة ونسيبها بقى تتسبك مع نفسها كده شوية، غلوتين اتنين، وتزودي بقى عليها الشوربة. ونبتدي بقى نعمل لها ايه، التومة بتاعتها زي الملوخية بالظبط. هنحمر التومة بحتة زبدة مع معلقة كزبرة صغيرة. هنا بقى هنعمل، حطينا السمنة بتاعة الرز الأول وده سمنة التومة. هندق بقى التوم وده معلقة الكزبرة معاها. زي الفل. بتحصل في أحسن العائلات. تمام. هنحمر بقى التومة. وده الشعرية بتاعتنا قدامنا نحمرها كمان. هنشوف بقى التومة بتاعتنا. تمام. كويس قوي. نضيفها بقى دلوقتي على السبانخ زي طشة الملوخية بالظبط. تمام. وكده السبانخ جاهزة معانا بألف هنا. هنرجع بقى للرز بتاعنا. طبعا بقى نشوح في الرز شوية، وبعد كده نحط له الشوربة بتاعته أو المية المغلية زي ما تحبي، المتوفر عندك. تمام. ودي أكلتنا سهلة وبسيطة، إن شاء الله تعجبكم. سلام عليكم.